ليه بقى نشتريها بالغالي؟ الكيلو فيها دلوقتي وصل 80 جنيه أو 100 جنيه تقريبًا، وإحنا ممكن بكوباية واحدة بس دقيق نعمل كمية حلوة جدًا في البيت. نجيب بقى شفشق الخلاط بتاعنا كده وننزل بكوباية دقيق وعليهم ربع كوباية سميد أو دقيق البسبوسة، ونص معلقة صغيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ذرة ملح صغيرة خالص، معلقة ونص سكر، كوباية ونص مية دافية. كل الكلام ده كده هناخده في شفشق الخلاط، نضربه ضرب كويس أوي في الخلاط علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات زي ما انتوا شايفين كده. هنغطي الشفشق بتاعنا وندخله التلاجة ساعة، وهنطلعها من التلاجة نهزها كده ونرجها كويس قوي علشان لو فيها اي هوا يخرج. وبعد كده بقى هجيب طاسة جرانيت او تيفال، المهم ما يكونش الطاسة بتاعتك بتلزق. وهننزل بقى بالقطايف بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين لحد لما تاخد اللون الجميل من تحت وتعمل فقاقيع كده من فوق. اعرفي ان العجينة بتاعتك ناجحة كويس جدًا وحلوة أوي. شايفين؟ ببوز الخلاط كده وبنبدأ نعمل القطايف الحجم اللي إحنا عاوزينه، عايزاها كبيرة بقى بتعمليها، عايزاها صغيرة تمام زي ما أنتِ عاوزة، الحجم اللي أنتِ حاباه. شايفين ما شاء الله نجاح العجينة؟ شايفين تفتيح العجينة كده وبتدّيكِ التخريم ده بسرعة وما شاء الله، ما شاء الله عجينة ناجحة جدًا. يا دوب بنحطها، النار بتكون متوسطة ولا هي عالية أوي ولا واطية أوي، يا دوب بنحطها كده لحد لمّا الدقيق باحس إن هو نشف كده من فوق، وادّتني شكل القطايف الجميلة دي متفتحة إزاي. شايفين مساماتها كده مفتحة وجميلة أوي، وكمان واخدة لون من الأرضية حلو أوي ما شاء الله. هنا باعمل معاكم كذا واحدة علشان تشوفوا قد إيه سهلة وبسيطة وجميلة جدًا وما بتاخدش كمان وقت على النار. شايفين؟ مجرد ما باحطها بالضبط يعني أقل من نُص دقيقة بتكون خلاص نشفت معايا واستوت خدت اللون الحلو أوي اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا بنطلّع اللي بنعمله بنطلّعه نحطه في فوطة على طول وبنغطيه علشان يفضل معانا طري كده وهش زي ما أنتم شايفين كده. يعني وحدة القطايف اللي بنعملها بنطلّعها نحطها في فوطة ونغطيها. تمام. شايفين ما شاء الله طراوتها عاملة ازاي؟ طرية جدا، طراوة بقى مفيش بعد كده، عاملة زي حتة السفنج كده اللي بتتعمل كده في ايدك، جميلة جدا. خلاص. هنا بقى نعمل شربات القطايف. كوبايتين سكر عليهم كوباية مية وبدوبهم كويس جدا على البارد، وبعدين برفعهم على النار يغلوا 10 دقايق، وبعد كده بحط بقى عصير ليمونة، وبحط كمان قشر الليمونة بتدي ريحة حلوة قوي. ده معلقة من عسل الجلوكوز، لو مش عندك مش مشكلة عادي خالص، السيرم بتاعك هيطلع جميل جدا، هو مش مسكر ولا حاجة، هو بس بيدي تقل للشربات. تمام. خلاص كده غلينا الشربات بتاعنا سيبناه يغلي 10 دقايق، هنزود معلقة فانيليا ونطفي النار ونسيبه لحد لما يبرد تماما. هنا بقى هنجهز حشو القطايف، زبيب وجوز الهند وسوداني مطحون، وهنبدأ ناخد الوحدة القطايف بتاعنا بقى ونحشيها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله القطايف طرية قوي في ايدي، هشة كده وجميلة جدا. والله احسن من اللي بنشتريها من بره مليون مرة. وما شاء الله كوباية واحدة دقيق عملت معايا كمية وفيرة وكبيرة جدا. يعني تقريبا انا الكمية اللي عملتها دي عدت معايا نص كيلو ايه، ممكن داخله على كيلو الا ربع او ازيد كمان، انا ما وزنتش بس ما شاء الله كتير جدا. وعامله الوحدة القطايف كبيرة وحلوة قوي. شايفين بتقفل معايا بسرعة وتحفة ازاي؟ شايفين الكمية ما شاء الله. خلاص خلصنا الكمية بتاعنا كلها حشو. طاسة على النار فيها زيت يكون سخن جدا، هننزل بالقطايف بتاعنا واحدة جنب واحدة لحد لما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، بقلبها على الوش التاني. شايفين الشربات بتاعنا بوريهولكوا هنا ان هو تقل قوي لما برد، ما شاء الله جميل جدا. بطلع القطايف بتاعتي من الطاسة على طول على السيرم او على الشربات، بقلبها تقلبتين كده في الشربات وبطلعها على طبق التقديم. هنكمل بقى بقية الكمية بتاعنا. يا دوب هننزل بالقطايف، ما بتاخدش وقت خالص وبتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بطلعها على طول في الشربات، ومن الشربات على طول بقلبها تقلبتين وبطلعها على طبق التقديم.
شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دي الكمية اللي احنا عملناها كلها، حلوة قوي قوي ما شاء الله. ومقرمشة كمان يا بنات، مقرمشة كده من الطروف وطرية شوية من جوه وهشة كده وجميلة ما شاء الله. شايفين الحشو حلوة جدا جدا. كان باقي معانا بقى شوية جوز الهند كده وسوداني، فزيناها كده من فوق بقى، وبألف هنا وشفا، طعمها وريحتها تحفة التحفة. هنا بوريكم القرمشة جميلة جدا. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، في رعاية الله. سلام عليكم.